السلام عليكم خوتي خواتاتي. معكم زكريا من قناة مروكن فيلوزوفي. اليوم قررت نبدا معكم واحد الكورس اللي غادي نسميوها كيفاش تنجح في حياتك بالرغم انك تزاديتي في دولة من دول العالم الثالث. فراه بمجرد بانك تزاديتي في هاد البلاد السعيدة فراه ما غتكونش خرجتي على هاد ثلاثة الطبقات. الطبقة الاولى هي انك غتكون زاديتي في شي عائلة عندهم مكانة في الدولة، كيبقى لك انت غير دير شوية ديال المجهود الشخصي وهما كيتكلفوا بالباقي. الطبقة الثانية هي انك غتكون زاديت في شي عائله غنيه ولاباس عليهم وعندهم شي ورث صحيح، فهنا ما غيكونش عندك مشكل كيف قريتي كيف ما قريتيش، المهم راك مصوبي راسك. ودابا غنجيو الطبقه الثالثه اللي هي الطبقه الكادحه اللي والدين ما عندهمش مكانه في الدوله وماشي لاباس عليهم. وهنا خويا العزيز كيكون عندك اكبر تحدي، حيت انك كتولي انت مطالب باش تغير الوضعيه ديالك وديال والديك، حيت ما يمكنش غتخلي راسك في نفس الوضعيه ديال والديك اللي هما فيها. هناك تبدا تطرح واحد الاسئله مع راسك اللي حنا في هذا الكورس غادي نجاوبوا عليها. تبقى تسول راسك اذا كيفاش غادي نطفر في هذا البلاد وانا ما عندي حتى شي حاجه اللي غادي نبدا بها، واش يمكن لي نوصل في هذا البلاد، وباش غنبدا، وشنو خاصني نقرا، وفاش خاصني نخدم، واش القرايه ضروري، وشنو هما طرق النجاح. هادشي كامل غنطرقوا ليه في هذا الكورس، واي واحد باغي يستافد لابد يتفرج في الكورس كامل ما يضيع حتى فيديو. وانا بغيت نقول لك اخويا ولا اختي باللي حنا في واحد العصر ديال التكنولوجيا، واللي فات دول العالم الثالث الناس ما عرفاتش تستغل واستعملوها غير في التفاهه. اذا هنا كتولي انت محظوظ وما عندكش المنافسه القويه، عكس كنت زاديتي في اوروبا ومع هذا العصر التكنولوجيا فراه المنافسه تما اكثر من هنايا. فهنا خاصك تستغل الوضع اللي حنا فيه وتميز على الاخرين وتشق طريق النجاح ديالك. كانت هذه غير مقدمه صغيره مختصره باش نعرفوا راسنا فين، ونبداو بالفيديو الاول اللي غادي نلوحو دابا شويه وغتشوفوه هنايا الفوق.